يا مساء الورد. اليوم بإذن الله تعالى بسوي معاكم حالة من الحلويات الإندونيسية، وصفة مرة لذيذة. نشوف طريقتها مع بعض. أول خطوة عندنا هنا الرز الغروي، مو الرز العادي، الرز الغروي متخصص في الوصفة هذه، تلقون في محلات الشرق آسيوية. أبدأ أغسلها وأنظفها وأخليها منقوعة لمدة نصف ساعة، وبعدين أحطها على قدر البخار وأتركها لمدة 10 دقائق إلى ربع ساعة لغاية ما تتماسك معنا بالطريقة هذه. هنا عندي موية وحطيت عليه رشة خفيفة من الملح و3 ملاعق من بودرة جوز الهند وأخلطهم مضبوط. بعد كذا الرز اللي عندي بدأ يتماسك، حطيتها على كمية السائل اللي عندي وأبدأ أخلطهم وأتأكد إن الرز اتشرب من جميع السوائل اللي عندي وبدأ شكله صار أطرى وألين. بعد كذا أجهز عندي قدر البخار وأرجع الرز مرة ثانية في قدر البخار وأتركه لمدة نصف ساعة يتماسك ويستوي عندي تماماً. الرز عندي بعد ما استوى حطيتها في الصينية وابدأ أكبس عليها مضبوط وأساويها في الصينية، بكذا يكون الطبقة الأولى صارت جاهزة اللي هي طبقة الكتان. الحين نبدأ نسوي الطبقة الثانية. في الخلاط أبدأ أحط عندي كاس من السكر الجاوي أو السكر الأحمر أو السكر النخيل، يجيكم بالطريقة هذه عبارة عن أقراص. بعد كذا أخذ الكمية اللي أنا أبغاها وأذوبها وأصفيها من الشوائب وأخذ الخلاصة. أنزل كمية المويه اللي عندي وأنزل عليهم البيض والحليب البودرة والنشا اللي عندي وأنزل عليهم بودرة جوز الهند، وبعد كذا أنزل عليهم الفانيليا عشان رائحة البيض وأخلطهم بالخلاط. سخنت عندي قدر البخار وأنزل عليها الصينية الموجود فيها الكتان اللي هي الطبقة الأولى، وأبدأ أنزل عندي الطبقة الثانية اللي هي السركاية وأنزلها على شوي شوي لغاية ما تكمل عندي بالكامل. وبعد كذا أغطيها وأتركها لمدة نصف ساعة تطبخ معنا. نصف ساعة على النار وفتحت عليها لقيتها بدأت تتماسك عندي. أتركها كمان 5 دقائق إلى 10 دقائق وبعد كذا أنزلها تكون معنا رخوية ولينة شوية. أتركها لغاية ما تبرد عندي تماما وبعدين أقطعها وهي باردة تكون متماسكة عندي وأقدمها. وهني وعافية، وصفة مرة لذيذة وطعمة، وبالعافية عليكم.